يا مساء الخير عليكم، سيزون جديد، حلقة جديدة وسيشن جديدة. بودكاست فري ثيرابي. بقى نسكافيه ويلا بينا. لسه مكملين في سلسلة أنا ليه أروح لدكتور نفسي، أو إمتى أحس إن أنا محتاج متخصص يسمعني. سبب مهم يخليك دايما مش مرتاح، دايما مش راضي، حاسس إنك طول الوقت بتسعى لحاجة إنت مش عارفها، دايما عايز تثبت لكل الناس إنك مش شخص عادي. وده سبب الحلقة. يمكن الموضوع النهاردة من أكتر الحاجات اللي تخليك دايما بالك مشغول وبتفكر كتير، وبصراحة هي بتنغص عليك عيشتك. بس إيه سببها؟ في مثل بيقول خالف تعرف، أو إن أغلبنا عندنا دايما رغبة إننا نمشي عكس التيار، يمكن نتشاف. بس خليني أقولك إن كل دي محاولات فاشلة، إنت بتداري بيها الحقيقة، بتداري إن إنت عندك أزمة ثقة كبيرة في النفس، حاسس إن إنت مش كفاية، حاسس إن دايما ناقصك حاجة كبيرة قوي، وإن محتاج تعمل مجهود كبير قوي علشان حد ياخد باله منك. فتعالوا كالعادة أخدكم معايا في شوية قصص يمكن نشوف بيها الصورة أوضح. أول قصة، البنت الروشة الأب تو ديت اللي مهتمة دايما بالميك اب وبالفاشن وباللبس، هي طول الوقت متكلفة، طول الوقت فول ميك اب حتى لو نازلة تجيب حاجة من السوبر ماركت. ولما بتبقى موجودة في مكان هي شايفة إنها أهم حد، وبتحاول إن هي تلفت انتباه كل الموجودين بطرق قد تكون هبلة أحيانا، زي إن هي تضحك بصوت عالي قوي، بتقعد تحكي حكايات كتير، منها طبعا كتير ما حصلش ومش حقيقي، على أمل إن حد ياخد باله من وجودها، وإن ليها مغامرات كتير وقعدتها كلها حكايات. وأكيد طبعا في بنات ياما منافسين منها وغيرانين وبيقلدوها، وفي ولاد كتير جدا هيموتوا عليها وهي اللي كارفاهم. ما بتنساش تقول إن الإكس هي اللي سابته مش هو اللي سابها، وبديهي لما عرف واحدة غيرها عشان يغيظها بيها، والبنت دي طبعا أوحش منها بكتير. شخص بالعقلية دي زمان كنت أشوفها تافهة، فيك، متكبرة قوي وأكيد ما تتعاشرش. بس دلوقتي بعد شوية نضج في الحياة أقدر أقول إنها حقيقي صعبان عليا. اللي زي دي بيبقى من جواه فاضي، هو ما عندوش أي حاجة يملكها أو يقدمها، حاجة حقيقية معنوية، هي بس بتملك حاجات مادية بتديها للي حواليها يمكن يشوفوها. هي بجد عندها أزمة كبيرة، أزمة ثقة في النفس، حتى لو مش بتبين ده ومش بتتكلم فيه، بس هي من جواها ما بتحبش نفسها ومش شايفة إن هي ممكن تتحب من غير ما تعمل أي حاجة، ومقتنعة دايما إنه شخصيتها زي ما هي كده وزي ما هي عادية، عمر ما حد هيحبها. اتعودت إن هي تدي هدايا كتير قوي لصحابها علشان يحبوها ويفضلوا معاها. اتعودت لما تحب حد لازم تضحي عشانه وتقول كلام حلو كتير عشان يحبها. اتعودت تلبس اوفر وغالي حتى لو في غير مكانه، يمكن حد يعجب بيها. واتعودت لما تبقى في مكان تحاول تلفت النظر وتثير الجدل بأي شكل عشان تقول أنا موجودة. اللي زي دي ضحية، حقيقي ضحية، ضحية إهمال، عدم اهتمام من أهلها، لأن كل مشاكلنا طبعا نابعة من الطفولة. فوهي صغيرة محدش حبها، محدش قالها كلام حلو، محدش تقبلها. علشان كده دايما بنقول للأهل ما تنسوش ولادكم. الابن مش بس بيحتاج أكل وشرب وتدخله مدرسة كويسة وتجيب له لبس كويس وتسفره وتأمن له مستقبله، انت ممكن تعمل كل ده بس يطلع ما يحبكش، ويطلع عنده عقد وكلاكيع نفسية كبيرة، ما يقدرش يستمتع بكل العز اللي انت بنتهوله. صاحبوا الولاد وحاولوا ان انتوا تعالجوا لهم اي ازمه بتطلع لهم من هم صغيرين. ما تستتفهش مشاكل ابنك، ولو جه قالك ان هو عنده حقيقي ازمه نفسيه ما تضحكش عليه، وركز معاه وشوفه عشان ما يكبرش او هي ما تكبرش وتبقى زي الشخصيه دي اللي حقيقي صعبان عليا. بقي نسكافيه. تاني قصه، العكس تماما، شخص طبيعي، تلقائي، على سجيته، مش متكلف تماما ولا في حياته ولا مع أصحابه ولا في تصرفاته.
هو مش بيعمل أي مجهود علشان يضحك اللي حواليه لأنه لوحده دمه خفيف. ولو حب واحدة مش بيحاول إن هو يبهرها لأنه لوحده مبهر حتى وهو شخص عادي. ده شخص سوي، ده شخص طبيعي وزينا كلنا، فهم الدنيا صح، فهم إن لو حد بيحبه هيفضل يحبه من غير ما يعمل أي مجهود، ولو حد ما بيحبوش مهما عمله عمره ما هيحبه. ومن هنا خليني أكلم البنات. البنت اللي بتدور على الراجل المبهر، هو مفيش حاجة اسمها حد مبهر. المبهر ده ما بيتحبش. مبهر ده آخرك تشوفيه كده من بعيد، تسلمي عليه، تتصوري معاه زي نجوم السينما بالظبط. لكن اللي يتحب بجد المريح، الحنين، الطبيعي، العادي، اللي تحسي معاه براحة وحرية في نفس الوقت، اللي تبقي بتتكلمي معاه بطبيعتك، ما تخافيش لا يفهم كلامك غلط أو يحسبه عليكي. يمكن اللي بيفكروا كده البنات اللي لسه في بداية حياتهم، ما مروش بتجارب كتير، ما عندهمش خبرة ولا نضج. وعلى فكرة أنا هنا بتكلم عن الخبرة، مش شرط تكوني دخلتي تجارب حقيقية، بس على الأقل سمعتي من ناس حواليكي كتير، قريتي كتير. وفي ناس لوحدها مولودة وهي واعية، فدي نعمة من ربنا. بس صدقيني انتي كل ما تكبري هتتأكدي ان مش لازم تنبهري عشان تحبي. مش لازم تحبي الراجل الكاريزما اللي بيمشي بيخطف قلوب كل البنات وكل صحابك تحسدك عليه ويبقوا كلهم هيموتوا عليه، وهو يسيبهم كلهم ويجي يختارك انتي وتبقي انتي سعيدة الحظ. دعتها يا حبيبتي، دعتها والله العظيم. هتحتويكي وانتي تعبانة، ولا هي اللي هتصونك وتحترمك وحاجات كتير بقى. فانتي مش لازم ابدا تنبهري عشان تحبي، لان بصراحة كل اللي انبهروا لبسوا في الاخر. تالت قصة، بصراحة هي مش قصة قد ما هي حاجة دارجة بقالها يجي 10 سنين مثلا كده. كل الناس بقت بيزنس اونرز، كلهم عندهم براندات، كلهم عندهم شركات ستارت اب، كلهم بقوا سي اوز في شركات، وفي اللي مشارك صاحبه في شركة. ما شاء الله، تاتش وود. الناس دي شاطرة وعرفت ان هي تنجح في سن صغير، فبرافو عليهم. المشكلة بقى ان نجاحهم ده بقى بيسبب احباط وبيصعبها على شاب تاني لسه صغير، لحد دلوقتي هو لسه موظف في شركة، شايف انه قليل قوي وفاشل لمجرد انه بيستنى اول الشهر عشان يقبض. بصراحة كان نفسي اجيب اللوم على الناس الناجحة، بس هو مش عيبهم، لان هي في النهاية ناس ناجحة وما شاء الله عليهم. لكن اللوم بقى والغلطة بجد عليك انت. انت اللي بتقارن نفسك بحالات هي نادرة حقيقي ومش موجودة كتير، بس انت بتقارن نفسك بالناس دي ليه؟ بتحبط نفسك وبتحس ان انت الوحيد اللي لسه موظف في شركة، مع ان هو ده الطبيعي والعادي. العادي ان انت شاب في العشرينات تبقى بتشتغل في شركات كتير، بتجمع خبرة، عشان ان شاء الله لما توصل لأواخر الثلاثينات مثلا او الاربعينات تقدر انك تعمل مشروع وتنجح فيه لوحدك وبنفسك. لكن شاب عنده 23 سنة يبقى تيم ليدر على واحد عنده 40 سنة، ده مش لوجيك وما بتحصلش كتير. ومش معنى اني بقول كده انك متبقاش طموح. حلو ان انت يبقى عندك طموح وامل انك تتغير وتبقى احسن من الصورة اللي انت فيها دلوقتي، بس من غير ما كل ده يسبب لود عليك وتبقى طول الوقت مضغوط ان انت لازم تنجح، وان انت لو ما بقيتش زي الناس دي يبقى انت فاشل خالص. خليك دايما متأكد ان اي حاجة بتعملها مهما كنت شايفها صغيرة فهي ناجحة. اي حاجة لو انت شايفها عادية هي فعلا مش عادية، وعادي انك تكون عادي على فكرة. المكان اللي انت مستقل بيه دلوقتي ناس كتير ممكن تبقى بتحلم بيه ومش طايلاه. تعالوا اخدكم معايا في اخر حاجة. فاكرين في كام حلقة كده لما كنا بنتكلم عن نعمة اليوم العادي؟ للأسف مؤخرا بعد ما كل حاجة حوالينا ما بقتش عادية، احنا كمان ما بقيناش نرضى بالعادي. يعني مثلا الأفراح والمناسبات دلوقتي بقى فيها مبالغة وأفورة كتيرة قوي، لدرجة ان انت نفسك لما بيبقى عندك اي مناسبة لازم تعمل حاجة مختلفة محدش عملها خالص، حاجة مش عادية. وتكلم بقى ناس تجيب كرياتيف تيم ويجوا يقعدوا يطلعوا لك افكار مش بره الصندوق، هي بره الدنيا. والفرح او المناسبة ده بيقلب كامبين والموضوع بيكبر مننا قوي، مع انه ابسط من كده بكتير. التفكير بتاع الناس دي خلى كل حاجة احنا دلوقتي شايفينها بقت كلها شبه بعض. انا كل الافراح اللي بشوفها كلها شبه بعض، مفيش اي فرح مميز على فكرة ولا مختلف. يمكن الفرح العادي البسيط، الناس اللي ما بتعملش فرح بيبقى هو ده المميز. لو في اسبوع او ولادة بيبي الديزاينز كلها بقت شبه بعضها، كلهم بيعملوا نفس الديكور،
سواء في المستشفى أو حتى في الأسبوع بعد كده. أعياد الميلاد بتاعة الأطفال بقت كلها شبه بعضها. هو في إيه؟ انتوا مين؟ انتوا مين وإحنا فين؟ إيه اللي وصلنا للأفورة الزيادة عن اللزوم دي؟ فين أيام ما كان الأفراح سندوتش كفتة واحد بانيه وكانت الدنيا هادية وراضية جدا؟ في النهاية خلوني أعترف لكم اعتراف. أنا نفسي أوقات كتير بحب أبقى مميزة، مختلفة، بعمل حاجات محدش عملها قبل كده. على فكرة ده حلو إن أنت تحب يبقى عندك الهوية بتاعتك وما تبقاش زيك زي الباقي، بس من كتر ما أنا بفكر التفكير ده خلاني أبقى عندي هاجس إن أنا أبقى عادية. ما ينفعش أبقى عادية. بس لما كبرت أكتر اكتشفت إن من غير أي مجهود كل بني آدم فينا هو فعلا مميز. ربنا ما بيخلقش حد زي التاني. اللي بيجمعنا إن إحنا بني آدمين، لكن كل واحد فينا عنده شخصية، عنده حاجة ربنا مديهاله، عنده موهبة بتاعته هو، عنده حاجة بيعملها محدش بيعرف يعملها زيه. فأنا مش محتاجة إن أعمل المجهود ده كله، لأن أكيد ربنا مديني حاجة من جوايا مميزاني عن الناس. وعلى فكرة الناس بقت ميالة للشخص العادي، البني آدم اللي شبهها. هو احنا ليه أغلبنا شوية بشوية بقينا بنبعد عن برامج التلفزيون؟ عشان بنحس إن هي مش حقيقية. كتير منها، عشان أنا ما بحبش التعميم، بس كتير منها مش حقيقي. بقينا نتجه أكتر للبودكاست والحاجات اللي على السوشيال ميديا، عشان برضو نسبة كبيرة منها، برضو مش هعمم، بس ناس طبيعية، ناس بتطلع تتكلم في حاجات احنا عايشينها. في برامج كتير أنا لما بشوفها على يوتيوب بحس إن الناس دي عايشة معايا وبيحكوا بجد معاناتي. فبقينا نحس إن المذيعين أو الناس دي كلها بني آدمين شبهنا وقريبين مننا قوي، down to earth، يعني مش ناس اللي هي بقى نجوم اللي طايرين في السما. فعشان كده احنا كلنا بنحب الشخص العادي. فصدقني عادي تكون عادي. بقي نسكافيه. يلا بينا على آخر فقرة. لما كنا، لو عايزين تاخدوا سكرين شوت اوكي. اتكلمنا قبل كده عن محمد إبراهيم. قلت لكم كان تقريبا الكتاب اللي فات مطلوب حبيب. ده كان كتاب يعتبر رواية أو كتاب عادي، كتاب لطيف خفيف، لكن هو في الأساس شاعر عامية. أنا بصراحة بحب جدا كتاباته. من الناس اللي بتتكلم برضو في حاجات بحس إن هي ريليتد قوي ليا، حاجات أنا بجد عايشاها. أنا حصل لي الموقف ده قبل كده. قصيدة. ولو الكتاب عجبكم اشتروه، ولو لقيتوا كتب جديدة بتنزل لمحمد إبراهيم لأن أنا مش بلاقيها يا ريت تقولولي، مع إن ده كتاب قديم قوي عندي بقاله سنين يعني. يلا بينا. أنا مش محتاجة أقرأ من الكتاب، أنا حافظاه. أنا يا حبيبتي مش تمثال، وليا شعور وبعرف أحس وأتأثر، وقلبي إزاز يعور لما يتكسر. ما تتخدعيش في كام ضحكة بداري دموعي وسطيهم، ده لو بصيتي جوايا هتلقي الحزن متفسر. خلصت الحلقة. أنا اتبسطت جدا بموضوع الحلقة النهاردة. يا رب تكونوا انتوا كمان اتبسطتوا بيه. يا ريت يكون الموضوع فرق معاكم ويمكن يغير حاجة في تفكيرنا. يا ريت نشوف إن عادي إن أنا أبقى شخص عادي، وإن إحنا عايزين ناس شبهنا مش عايزين ناس بتطير. شاركوني برأيكم في الكومنتس على إجابة السؤال ده. يا ترى إمتى حسيت إن عادي أكون عادي؟ ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده وتعملوا شير وكمان سبسكرايب للشانل اليوتيوب. اللي عايز يسمع الحلقة أوديو هتلاقوا لينك سبوتيفاي في الديسكريبشن، كمان هتلاقوا لينك الفيسبوك والإنستجرام تشوفوا الريلز اللي بتنزل كل أسبوع. كنت معاكم أنا منى السيد، بودكاست فري ثيرابي. تصبحوا على ألف خير وهتوحشوني قوي.